السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعيني في كل مكان، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. الفلوق هذه المرة سيكون من منفذ الوديعة، المنفذ الرابط بين المملكة العربية السعودية واليمن، نستقبل فيه المغتربين العايدين إلى أرض الوطن. سنقوم بإجراء مجموعة من المقابلات بعد سعودة الأعمال السعودية واتخاذات إجراءات بحق المغتربين اليمنيين. نتابع. بلادك واستقر يا المغترب، في غيرها لا عيش يهنا ويطيب، أرضك كما أمك لها حن واقترب، كن بها صن أرضها واحذر تسيب، اعطف عليها صدرها دايم رحب، ما تتركك من صغر سنك على الحليب، هي ربتك صبرت على الأمر صعب، لما تكفي الحضن لك نعم الطبيب، قبل اياديها ورجلها وكب، في الليل والبكرة لنا احسن نصيب، حقق مطالبها وراعي اللي تحب. احبائي، كما ترون نحن الان في منفذ الوديعة. العشرات من السيارات الان هي مرت على هذا المنفذ، ومنذ بداية العام الحالي أكثر من 140 ألف مسافر مروا عبر منفذ الوديعة، أغلبهم من العايدين إلى أرض الوطن بخروج بصورة نهائية إلى هنا. البعض مستاء من الأوضاع التي تشهدها البلاد بسبب عدم وجود الأشغال والأعمال في البلد. الآن سنقوم بإجراء مقابلة مع أحد المغتربين العايدين إلى الوطن، خروج نهائي ونتابع. مرحبا أمه يا أغلى حبيب، احميها من كل مؤذي واحتساب، وارضى بها حتى على الماء والزبيب، الخير فيها ومنها يستتاب. خروجنا كان من السعودية بسبب صعوبة الوظائف، والصباح يعني المواطن اليمني يعني بدون الراتبه يعني ما يكفي اسرته، ووصل الى باب يعني باب عجز وقناعه انه يخرج، يعني ما في اي فائده يعني في السعوديه نتيجه صعوبه الوظائف، وبرضه يعني الشغل كان خفيف شويه كذا مع هذه القرارات، والكثير خرج نهائي. بلادك واستقر يا المغترب. والله الغربة تعيبة صعبة، لكن البلد ما فيش أحسن منه، بلد اليمن، لكن الغربة تحكيم ما تحكيم، يتحكموا البلد، يتحكموا يعني المغتربين اللي في السعودية يعني تحت الإجبارية، تحت الضغط. يعني هل الرسوم هذه اللي فرضتها السعودية مؤخرا على المغتربين كانت عائق لوصولكم لأرض الوطن وعودتكم هنا؟ لازم لما خلتنا نرجع على بلادنا ونرجع على البلد إلى السعودية تحت الإجبار، تحت الضغط. كم من واحد يشقي له الكثير، كم من واحد يخرج نهائي، كم من واحد يخرج ما معش حتى 1000 ريال في جيبه السعودي، يغترب هناك سنة ونص ويخرج معه بال1000 ريال. بعض مغتربين 40 سنة وعادهم يخرج ضبحان مديون للكفيل لعمه، ويخرج بيستيزر جهاله وأولاده وهو مديون لعمه. شكرا جزيلا. عفوا. متابعيني الكرام، اهلا بكم. معي الان الاستاذ صالح بن نصر، مدير عام جمارك منفذ الوديعة،
يعطينا صورة عن إجراءات المغتربين العايدين إلى أرض الوطن بصورة نهائية. كيف تتم إجراءات العايدين إلى أرض الوطن بصورة نهائية؟ هل هناك إجراءات مسهلة أم مصعبة؟ بالنسبة للمنفذ اليمني هو المنفذ الوحيد بالنسبة للجمهورية اليمنية مع المملكة العربية السعودية، ولهذا في الفترة الأخيرة وبعد قرار رئيس الجمهورية حفظه الله تعالى وكذلك دولة رئيس الوزراء ووزارة المالية ومصلحة الجمارك في إعفاء المغتربين العائدين إلى وطنهم بالنسبة للأمتعة، وكذلك الخصم 85% فيما يخص المعدات والسيارات، فقد توافد المغتربين بكثرة حتى أن المعدات وكذلك السيارات وصلت إلى 11,000 سيارة ومعدة خلال هذه ال7 أشهر التي خرجوا المغتربين أكثرهم من المملكة العربية السعودية خروج نهائي. بالنسبة لإخواننا المغتربين الذين جاءوا من فترة أو جاءوا من السعودية وهم لهم فترة طويلة أكثر من 40 سنة، بعض المغتربين واجهوا نحن، واحد عاقل قال أنا لي 50 سنة وعيالي وعيال عيالي كلهم في السعودية، لكن الإنسان لا بد عليه أن يعمل له شيء في بلاده. فلما سألناه هل شي بيت معاك شي، قال الحمد لله معاي بيت ومعاي مزرعة ومعاي كذا، أنا عملت لبلادي كما عملت في الاغتراب. ونحن نقول لجميع المغتربين الذين ما زالوا في العالم يصيحون، نقول لهم لابد للإنسان أن يعمل له في بيته في بلاده ولو بيت، حتى إذا عاد إلى وطنه الأصلي أن يكون عنده بيت. بل إن بعض المغتربين فضلوا بلادهم على بعض الدول الأخرى أن يهاجروا مثلا إلى مصر أو إلى كذا، قالوا نرجع إلى بلادنا، كفى اغتراب، كفى تعب، وكفى إيش جهد. الآن نكمل باقي المشوار في بلادنا وفي جمهوريتنا وفي محافظتنا وفي عزلتنا وفي قريتنا. شكرا لك الأستاذ صالح بن نصر، وديع عام جمرك منفذ الوديعة. كما قال أيضا مهما يطير الطير في جو السماء لابد إلى عشه يعود. نرحب بكل المغتربين في أرض الوطن. وأنا أمشي في الطريق صادفت واحد صاحب باص من اللي بينقلوا الحجاج إلى بيت الله الحرام، قال إنه سوداني من أم مصرية، يعني هو سوداني وأمه مصرية. تكلم كلام حلو عن اليمن وحب اليمن، نشوف إيش قال. بصراحة قسما بالله العظيم بحلف صادق وأمام الله كان متأسس، أنا أخش اليمن، أحب اليمن وأحب اليمنيين، والراحة اللي بلقاها في الحدود اليمنية قسما بالله أنا ما بقول السعودية ولا بقول السودان ولا مصر ولا أمريكا، لكن الراحة في الحدود السعودية أحسن حدود من الله أنا خلقني شفتها. والله طيبين وقسما بالله طيبين، وكان إذا عطلت في الطريق يجوا عليك يقفوا معاك ويساعدوك ويخدموك، واكل بجاي يجيبوا لك تفضل فطور غدا عشاء كله. والله أنا أحب اليمنيين بصراحة، والله قسما بالله. معي حجاج يمنيين وتمام ما شاء الله طيبين وهي بس التأخير في المنفذ السعودي تأخير شديد، أنا بقولها بكل صراحة. وصلنا وياكم إلى نهاية الفلوق، نلقاكم إن شاء الله في فلوق قادم. لا تنسوا الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس، وأيضا الضغط على عجبني وإبداء ملاحظاتكم بالتعليق. نلقاكم على خير.